احنا المنطقه اللي احنا داخلين فيها عامله ازاي؟ كان هي متثبت هنا ولا ايه؟ يا ابني يعني ده عيل يتساب في الشارع كده يا جماعه؟ الله قوه الا بالله. يعني حركه رخمه بصراحه. حركه رخمه. حركه ان واحد غير التاني. هو لما كنسلها اتحولت على حد تاني. اتحولت على حد. صباح الخير والرزق على كل اخواتي، يا رب تكونوا دايما بخير واحسن حال. يوم شغل جديد والنهارده نازلين بالليل، هنشتغل شغل الليل ونشوف الدنيا فيها ايه على اوبر. ومعانا حاجات بسيطه، هما 9 رحلات هننزل نعملهم على اوبر. احنا نازلين بس نستكشف شغل الليل عامل ازاي، هل في شغل بالليل وهل الدنيا جميله بالليل ولا ايه. انا بقالي كتير طبعا زي ما انت عارف بنزل يا اما الصبح بدري يا اما بعد الظهر. تعال نشوف احداث اليوم ونشوف اليوم هيمشي معانا ازاي. بس كل اللي طالبه منك ان انت اول حاجه هتصلي على النبي وتدعي دعوه حلوه لاخوك، ولو عندك اي استفسار او اي كومنت اكتبه لي وان شاء الله هرد عليك. سايب لك لينك التسجيل في اوبر ولينك صفحه الفيسبوك في صندوق الوصف. اتمنى لك يا حبيب قلبي مشاهده ممتعه. يا مساء الخير على كل اخواتي، يا رب تكونوا دايما بخير وسعاده يا رب. يوم جديد ونازلين الساعه 5:30 5:30 بعد المغرب، يا دوبك صلينا المغرب وخرجنا فتحنا البرنامج على طول عشان نشتغل على رحلات اوبر. معانا 9 رحلات، انا عملت منهم 3 رحلات. 3 رحلات نازلين من الساعه كام؟ نازل يعني نفتح حوالي الساعه 4 يعني الساعه ونص المغرب اذن، وقلت بقى ايه نفتح نكمل بقيه الرحلات مع بعض واصور لكم شغل الليل وجماله وحلاوته. بس يا رب يكون في شغل، ان شاء الله في شغل. ولا نكون نازلين بالليل وشغالين في المتاخر كده ومش هنلاقي شغل، لا ان شاء الله هنلاقي شغل. كمان شغل الشتاء بقى والجواكت زي ما انت شايف كده، والتأفيز ودفز من فوق دفز من تحت. زي ما قلت لك قبل كده، معرفش انت متابعني من الشتاء اللي فات، انا كنت قلت لك طبعا شغل الشتاء بيحتاج ان انت اول حاجه لازم تشتغل بخوذه عشان البرد وودنك وعينيك ومناخيرك بتحمي الدنيا دي كلها. فده رقم 1 الخوذه. رقم 2 طبعا جاكيت وهتكون متقل من تحتيه على قد ما تقدر، يعني بص موسع عشان البرد والهواء بيخترق العظم الصدر دوت، الهواء بيخترق. طبعا مع اول ضربة برد يعني فاهم هتقف في البيت، والبرد بتاع الشتاء طبعا كلنا اكيد مجربينه. ربنا يسترها عليكم وعلينا يا رب ان شاء الله خير. طبعا من تحت طبعا بنطلون وتحتيه بقى كلسون بقى، تقل بقى تلبس بطانيه تلبس اي حاجه عشان ركبك طبعا العظم. من الاخر كده انا عايزك تحس ان انت قاعد في عربيه. دي اول رحله هي على بعد 1 كيلو راح الزمالك. يلا بينا يلا بينا، توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا رب استرها معانا واسترها علينا يا رب. يلا يا باشا. حبيبي يا باشا حبيبي، تسلم. مش هقدر والله ما هيبقى لك والله ما عادي والله العظيم ما قادر والله. معلش خش شمال عادي يا باشا. بابا هنا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يلا 45 غذاء حبيبي. السلام عليكم. طلعت السواحل الورمية. انا مش عايز اروح صراحة، انا مش عايز اروح. لا لو خدتها والله ممكن اتجنن واطلع ما اكملش شغل، وانا عايز اكمل شغل بصراحة. ما تغرنيش، مش عايز اروح انا.
رحلة امبابة امبابة لسه امبابة. شوف لأحمد عرابي مطار جديد، أي حاجة بقى، أي حاجة أي حاجة. أنا ما رضاش أروح الوراق، بس الوراق مش عشان جنب البيت، أنا مش عايز أروح الوراق بصراحة. كمان ديت قريبة مننا، التاني كان بيننا وبينه بتاع حوالي 2 كيلو، ده مفيش 500 600 متر هنبقى عنده إن شاء الله. خش من محمد. انت رايح فين يا محمد؟ جامع فلفل؟ ماشي. تسعة وعشرين رحلة هي، وكاتب لي برضه امبارح انا اسمها من بره فين. هي ميزتها انها رحلة صغيرة. معقولة يكون في حد هنا بيعمل رحلات فكر؟ معقولة؟ شوف هنروح ونشوف، لو فيك هيكنسل دلوقتي مثلا. انا بقالي شويه شغال على الرحلات الفيك ديت، بتتعبني والله العظيم. بره ما اتحرك وامشي يا دوبك خطوتين ثلاثه ابص الاقي كنسل، وبعديها برضو ابص الاقيها نفس الكلام جد تاني. ساعات بقى خلاص بفهم وبرفضها، ساعات طبعا بقى ايه بعدها بشويه بتجيلي برضو واحده تاني. خلاص بقى في ناس كتير قوي بتعمل كده، مش فاهم تعتمد انت على الكلام ده ازاي؟ السلام عليكم يا باشا. اسم علي صح؟ احنا هنطلع كده ونطلع كده؟ لا اللي هنلف؟ انت رايح فين اصلا؟ منطقة احمد عرابي. عند ايه؟ منطقة احمد عرابي. ماشي. هنا يعني انت عند سفاري بارك صح؟ ماشي. بس عشان الجون بتاعت ماشي. على طول ولا يمين؟ على طول. وهو الثاني بعد ما ركب معاه لغى ليه؟ لا عشان سكنت الرحلة. بس انا عايز اقول لك على حاجه، محدش هيروح التجمع على البرنامج. يعني انا عن نفسي عربيه. والله هو حركات، بص هو يعني ما تستبعدش سواء عربيه او موتوسيكل، يعني حركه رخمه بصراحه. حركة رخمة. حركه رخمه. ان واحد غير التاني. هو لما كنسلها اتحولت على حد تاني. حولها على حد تاني. بقى لقيت واحد بيرن عليا بيقول لي انا الاوبر انت فين؟ طب هو اللي راكب معاه قريبك ده ما عرفكش ليه طيب؟ قالوا في الترميم ما يعرفش يتعامل مع يا ابني يعني ده عيل يتساب في الشارع كده يا جماعه؟ الله قوه الا بالله. ده العيال ده عيل صغير قوي.
بس احنا هنا كنا هنمشي عكس، هو هنا بص، هنا؟ هو هنا كده في قريب. الحته دي كده. تعرفش ان مكان؟ لا ما اعرفش المكان بالظبط، مش هيحدد. هو بص اهو ده الشارع اللي احنا فيه، ده الشارع ده الشارع اللي بعديه، يعني تقريبا الجايه دي تقريبا، او من عند مدينه الامل كده من عندنا الامل تقريبا. تقريبا. اه كم صح؟ بيقول لك 45 اللي انت بتقول عليه حصل. انا بقول لك. 25 جنيه غرامه. على 5. ماشي، رن ماشي. عليها اشوفها فين. ماشي. بيقول لك الكابتن بتاع طلب امبارح اوبر لابن عمه وعربيه، فرايح التجمع. حساب الرحله 335. 335 يعني الرحله دي ممكن تكون مثلا من هنا لغايه التجمع حوالي 25 كيلو او 24 كيلو مثلا. تمام. هو خدها ب 335 جنيه وكنسل الرحله، والراجل نزل عليه غرامه. لما كنسل الرحله اتحولت لحد تاني، هو خد العميل ومشي. بقول له ابن عمك ما قالكش ليه؟ بيقول لي ابن عمي ما يعرفش في البرنامج وخلاص، انا طلبت له وهو اهم حاجه عنده ان حد يوصله. هنا الكابتن هو اللي كنسل، خد الرحله. خدت الرحله. الله، الرحله دي رايحه جاردن سيتي، ورحله 8 كيلو ب 42 جنيه. جميله دي، جاردن سيتي عايشه التيموريه. طيب بص عن المنطقه اللي احنا داخلين فيها عامله ازاي، يعني مثبت هنا ولا ايه؟ كده وصلنا عند العميل عبد الرحمن. سلام يا حضرتك، اسمه عبد الرحمن؟ هنطلع كده ولا نعمل كده تاني؟ ماشي. رايح الزمالك؟ جاردن سيتي قصدي، معلش. جاردن سيتي. استنى الناس المحترمه اللي بتشيل اليمين فاضي كده، السكوتر اللي انت فيه. بس واحد يجي تلاقي واحد تاني كده هنا قفلوا الحاجه بتاعته. هنا بص هنا نزل الخمس اهي. بقول لك انت جوه الشارع؟ ايه؟ جوه الشارع ده؟ جوه الشارع. هو احنا هنا بنيجي ونلف يعني. ما برضاش يدخل الموتوسيكل. ماشي. بص على جنب بص. خمسة وأربعين. لا ده انا هرب. خد بس معاك 55. تمام. ماشي. برضو الهرم طوابق. انا بعمل رحله او رحلتين كبار في اليوم، ما تقرفنيش.
أحمد مظهر الزمالك، عميل في القصر العيني. راحة للزمالك. تمام. السلام عليكم مصطفى. صباح الفل يا باشا. مساء الفل مش صباح الفل بقى. راح الزمالك صح؟ ان شاء الله. الراي اللي قدامي ده اشتغل غالي وايه وعايز. ماليش دعوة بالزحمة دي، احنا هنطلع ايه؟ كوبري قصر النيل الصبح، بس دلوقتي عامل ازاي اهو. خط في النور بقى بس الجو برضه ما كانش كده كده، ده كان زحمة اهو. ولو ان الجو برضه بص تلاقيه متروس ناس. يعني انت ما تنفعش تيجي هنا ولا بعرض ولا اسمها، مجرد ما تقف هتبص تلاقي حد يجي يقول لك امشي يا اما تروح، ولا عربيه ولا مكان. تاني الحكمه هذا الوصف. ايه شبكه 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 شبكه. زي الفل الناس لما طرف براحتك. عفوا عارفك معايا. حبيبي يا باشا. طبعا بيزا هي صح؟ نعم. بيزا تمام؟ اوكي. شكرا. عفوا. معانا الرحله الثانيه دي يوسف رايح الدق. اسمه يوسف؟ اتفضل. رايح الدق يا باشا صح؟ ان شاء الله. الرحله بيزا. عفوا. دي كمان فيزا. الحمد لله بفضل الله عملنا 9 رحلات. بص كده 8 9 دلوقتي هتنزل دلوقتي حالا. الحمد لله بفضل الله عملنا 9 رحلات من الساعة، أنا نازل الساعة 4 بالظبط. يا دوبك عملت رحلتين 3 دخلت صلاة المغرب خلاص، فتحت التصوير وقلت أتوكل على الله أعمل بقية ال7 رحلات. الحمد لله ربنا قدرنا وعملنا 9 رحلات وخدنا بونص 75 جنيه. فلو وصلت معايا لغاية هنا أتمنى يكون اليوم والفلوج والشغل دوت عجبك، وأتمنى أكون إن أنا بضيف لك أي جديد يفيدك في حياتك ويفيدك في الشغل بتاع أوبر دوت.
وما تنساش بقى اول حاجه تصلي على النبي، تدعي دعوه حلوه لاخوك او كومنت حلو او كلمه حلوه، اي حاجه حلوه منك. لو عندك اي استفسار او اي تعليق اكتبوا لي وان شاء الله باذن الله هرد عليك. سايب لك لينك التسجيل في اوبر، لينك صفحه الفيسبوك، وان انت لو لسه مش عليها فانت فايتك حاجات كتير، فايتك ضحك كتير ومواقف وحاجات بتقابلنا بتتعرض على الفيسبوك وما بعرفش اعرضها على اليوتيوب. سيبكم في رعايه الله وامنه. سلام.